طرتوا من دبي إلى البصرة، وصلتوا الساعة 9 صباحا تقريبا قبل البطولة بيومين أو 3 أيام؟ بيومين. كيف شفت وضع المطار، إمكانيات المطار والاستقبال والدخول؟ مطار بسيط، لكن كاستقبال، كترحيب، ككرم، ابتسامة، شفنا شيء بعبد الله ما كنا متوقعينه بصراحة. فرحانين فيكم وفي غيركم؟ طايرين، مو فرحانين. طايرين فينا، طايرين، العراقيين طايرين فينا. صرتوا الفندق؟ من المطار طلعنا على الفندق. أول مشكلة واجهتكم الدخول؟ أول تحدي واجهنا الفندق، مسألة الفندق. كان المفروض تدخلون الساعة كم ودخلتوا الساعة كم؟ كان المفروض ندخل الساعة 12 وتأخرنا في استلام الغرف. الساعة كم؟ تقريبا 12 بالليل. ليش؟ كمل لي موضوع الفندق، ليش ما دخلتوا وقتكم؟ تأخرتوا 12 ساعة. طبعا نحن عبالنا الوضع طبيعي انه بتوصل وتعال خذ غرفتك وخلاص. بس ترى الجماعة أول مرة ينظمون حدث بعبد الله من 40 إلى 42 سنة. بعيدا عن الأعذار، لا تطلع لهم أعذار، لا نتكلم ليش ما استلمتوا غرفتكم؟ زحمة الوفود. زحمة، الناس أول مرة تستوعب هذا العدد. تحس انه كان مفاجئ بالنسبه لهم؟ مفاجئ وشيء ضخم، شيء كبير كان بالنسبه لهم. شفتوا طائفيه في ذمتك؟ ابدا. في ذمتك؟ ابدا والله. والله يا ابو عبد الله ان هذا الشيء ما شفناه نهائيا. نهائيا. عراقي بصراوي، عراقي بغدادي، ما شفنا هذا الشيء نهائيا. حد ضايقكم في الشوارع؟ حد رمى عليكم كلمه؟ ولا اي حد. في ذمتك؟ ولا اي حد. طول المده ولا اي حد. كل قناه تغطي لازم في كريتيشن للمراسلين والمعلقين استلمتوها بسرعه بصعوبه؟ شو من خذنا الحقوق، خذنا البطايق، مع ان الطلبات كانت غير مسبوقه. بالنسبه للاعلاميين والتغطيه، هي التغطيه الاكبر والاضخم في تاريخ بطولات كاس الخليج هذا. يعني قول لي كيف استلمتوا بطاقتكم؟ رحتوا المركز الاعلامي، قدمتوا، استلمتوا ايميلات؟ شو استلمنا؟ ايوه. كم تميتوا بالمركز الاعلامي؟ ساعات. انا اخبر منك بطولات الخليج صح؟ والله كثير من الدول كنا ما نستلمها الا بشق الانفس. لا نحن ما خذنا الحقوق، لان الضغط. خذنا الحقوق، خذنا البطايق على طول. يعني نفس يوم الافتتاح بالضبط. خبرني عن الملاعب الحين. وايد طلعتوا مجدتوا الملاعب، خبرني الفاسيلتي، خبرني الخدمات اللي في الملعب. شوف ترى اغلب الناس تلومنا على الجزئيه هذه. ان انتم وايد وايد. ترى نحن اللي عايشين هنا. حلو. نحن اللي قاعدين نشوف التفاصيل يوم بيوم، شو قاعد يصير، شو يوفرون لنا، شو يعطونا، شو ملعب. خبرني عن الملعب. اول شيء ملعب المدينه فيه 4 ملاعب فرعيه. اوكي. منتخب، ما في منتخب يتمرن نفس التوقيت. يعني المجموعه هذه عندها 4 ملاعب. الله عليك. اوكي. ففي سهوله لعمل الاعلامي انه ياخذ الماده اللي يبغيها. اوكي. كل تمرين ملعب نفسه خبرني الله يكرمك، المركز الاعلامي، الحمامات، الدخول، الطلوع. المركز الاعلامي متوفر، النت متوفر، كل شيء متوفر بعبد الله. الناس متخيله ان هذا مش موجود، لا موجود، وكل شيء متوفر، كل شيء، واي شيء نبغيه عندنا. ابغى اسالك عن الانترنت. خبرني عن الانترنت وكيف اشتركتوا وشو الاسعار وكيف كانت الخدمه، لاني اشوفك قاعد 24 ساعه السناب بتصور. النت ماخذين انليمتد. الاسعار ما تكلمنا فيها لان الشباب ما قصروا. كيف؟ اللي ماسك الانتاج هو اللي جاب لنا البطايق، احمد المحرمي. طويل شويه بنها على حسابه، ما ادري عاد على حسابه، على المهم انليمتد. في المباريات الوضع طبيعي ان الشبكه تضعف، لكن في المركز الاعلامي من تدخل وضعك تمام. البارحه انت كنت تطرش لي من المركز الاعلامي واتساب وكل شغلنا على الانترنت حتى في القناه. فبالتالي هالموضوع ما كان فيه اي مشكله. زين، نتكلم عن المواصلات. اذا عندك سياره تراك بتسير وبترد بسيارتك. واذا ما عندك سياره بتركب تاكسي وما بتحاسب. خلنا على موضوع حساب وما حساب وموضوع الكرم والامور هذه، لكن انا اتكلم، انتم اجرتوا سيارات؟ بسواقينها؟ ايوه، بالمده اللي نحن موجودين فيها. حلو. دخول والخروج الملاعب
غير خلينا نقول المباراه النهائيه كانت استثناء، والسيمي فاينل مع العراق كان استثناء، اللي كان فيه تجمهر غير طبيعي. سلس بسيط، عندنا بطايق، سيارات عليها استيكرات. لاني شفت لكم فيديوهات في السناب وانتم تمشون بين الشرطه، والشرطه يعطونكم مظله ويوم أيوه. المطر. ايوه إيه؟ الامور طبيعيه جدا ابو عبد الله. الناس ما تخيل. في صوره عن العراق نقلت عبر كثير من وسائل الاعلام في السنوات الماضيه انك رايح الى موتك. والله ان الشيء هذا غير صحيح والله. اكثر الجماهير الخليجيه اللي التقيت بها اي جنسيه، وشو كان كلامهم لكم تحت الهواء؟ الكويتيين ابو عبد الله اكثر ناس حكم قرب المسافه. قرب المسافه وبسياييرهم. هي. الكويتيين كانوا اكثر ناس خليجيين موجودين في الحدث. الكويتيين بالالاف كانوا كويتيين، بالالاف، ودعموا منتخبهم من المدرجات، وحتى بعد ما طلع المنتخب الكويتي هم موجودين في البصره. شو كان انطباعهم؟ جميل جدا يا اخي. انت يسدك اذا سيارتك برقم الكويت، الامارات، عمان، قطر، غيره، انت ما تعبي بترول ابو عبد الله. كيف ما تعبي بترول؟ ما تعبي بترول. في محطه انت تروحها ارقامك الامارات، ارقام الخليج، انت ما تعبي بترول في البصره. كيف ما اعبي بترول؟ ما تعبي فري تروح انت تعبي فري، ما تدفع ولا درهم. تصدق الشيء هذا؟ مستحيل هالكلام. والله هالشيء موجود. بترولكم بلاش تحلف الله والله العظيم. لاي خليجي. اي خليج. بسالك سؤال شعبي. ايه. كم اخذت بيزات وياك فلوس كاش؟ لشو؟ لسكن؟ لشو ابو عبد الله؟ كاش كم اخذت؟ كم انا صرفت؟ ايه. صرفت 14-15 ألف درهم. ايه. مدة اسبوعين. ايوه. هذه بروح للسكن، بتروح لشو اسمه، بس انا اتكلم عن غير السكن وغير الهدايا. كم صرفت في البلد في هذه المدة كاملة؟ يمكن 1000 درهم. شو 1000 درهم؟ شو 1000 درهم؟ ويمكن اقل من 1000 درهم. والشباب اللي موجودين معانا اللي راحوا معانا بيصادقون على هالكلام. كيف هالمدة اسبوعين كيف 1000 درهم؟ بخبرك كيف، بقول لك كيف. قول. تروح الحلاق ما بتحاسب، بتروح الصيدليه. والله يا ابو عبد الله اني تعالجت وضربت ابره واخذت ادويه وما اخذ مني درهم والله. ومسعود مرض وسار وضرب ما اخذ منه ولا شيء. لا هاي يبغي لها تفسير. يعني تقول لي 1000 درهم في اسبوعين؟ في اسبوعين. ما اشتريت لك سندويشه، ما غسلت كناديرك. وين ما تروح اقول لك وصلنا لمرحله الصيدليه ابو عبد الله. تشرب شاي في الشارع نفس الشيء، بتاخذ لك لقمه نفس الشيء، قاعدين في الكوب نفس الشيء. هذا اماراتيين بس ولا الكل؟ الخليجيين. كل ضيف. والله لحظه، والله اعلم باحوالهم صح؟ اوه بس شعب فيه عزه نفس وفيه كرم. انا ما اعتقد شفنا وما اعتقد بنشوف مثل اللي شفناه في البصره. ما اعتقد بنشوف عبد الله. لا اله الا الله. شيء عجيب. انا قال لي هالكلام ونحن ياسين، قلت له مستحيل. قال والله العظيم ان هذا كله حصل. قلت له تراني بحلفك قدام الناس. قال حياك. وايد على الهواء كنتوا تطلعون، والكرم العراقي والكرم البصراوي وال اذا انت تتعرض لمثل هذه المواقف كل يوم شو تقول عن الشعب؟ والله عينك تستحي. والله يا ابو عبد الله والله لسانك ما يعبر. اقول له تعبان، ما اقدر اطلع. يقول لي دقيقه بس بشوفك، بس عشان يعزمني. دقيقه يقول لي بشوفك دقيقه بس عشان يشربني شيء. شو اجمل موقف شفته هناك؟ يعني واحد عبر لك بطريقه او قال لك جمله عورت قلبك. بنشتاق لكم، لا تعوفونا. يا الله. بحط لك صوره الحين، بطرش لك صوره انا صورتها في السناب امس. في النهائي شخص جاي يشجع منتخب بلده، ليش يكتب الكلام هذا الا بمشاعر صادقه؟ نشوف الصوره. كنت خايف قبل لا تروح بصره؟ طبيعي ابو عبد الله، طبيعي جدا، على اللي نسمعه وعلى اللي نشوفه وعلى اللي وتفجيرات ويقتلون وبيخطفون وبيسوون طبيعي انه في خوف. حتى لو انت قبلت انك تروح، بس في النهايه فيك جانب من تستاهل العراق. ها اوه ابو عبد الله، والله يا ابو عبد الله ما ابالغ اذا اقول لك في كل يوم نحن نشوف موقف، في كل يوم نتعرض لموقف، في كل يوم. كانت من الاماني في حياتي دائما يوم